احنا دلوقتي في مكتبة الفجالة في مول بدر الدين، او زي ما بتسموه سنتر بدر الدين. هو تابع للحي ال16. مدخل المكان هنا هو فيه مدخل 1 وفي مدخل 2. احنا في مدخل 2 زي ما انتم شايفين معايا. هو هنا في كل الادوات المدرسيه، مش بس كده، لا هو كمان زي ما انتم عارفين في تصوير ورق. الناس اللي عارفه مكتبه الفجاله، مكتبه الفجاله النهارده عامله لكم 15% على كل حاجه على موجوده في المكتبه، مش بس الكتب الخارجيه، لا كمان على السبلايز المدارس كلها بتدور عليه. واعتقد في لسته طويله البيرنتس بيقعدوا يقولوا يا كل ده سبلايز هنا موفر لكم، مش هتلفوا في اي مكان هتلاقوا الحاجه كلها موجوده بلس عليها خصم. كمان انا سالتهم هنا سؤال. السلام عليكم، انا هتكلم لوحدي ولا ايه؟ ده البراند ده براند فابريكاسل طبعا معروف. تمام. في منه اللي هو الالوان الخشب اللي هي ال 12 لون اللي هي بوتل زي كده بتكون معدن، ودي حاجه تكون افضل. في حاجات تانية نوعيه تانية اللي هي الالوان الخشب اللي هي تكون عاديه كقلب. يعني مش بس الحجم، انت كمان في النوع بالظبط. صح؟ يعني احنا في الانواع حاولنا نزود التشكيله بحيث ان احنا نبقى بنوفر كل الطلبات، بحيث ان هو اللي عايز علبه الوان ب 15 جنيه متاحه. تمام. علبه الوان زي كده ب 15 جنيه، في علبه ثانيه ب 7 جنيه، في توصلي بقى تبداي تطلعي في الكاتيجوري بتاع الالوان. طيب الخصومات بتاعتنا حتى على الحاجات اللي بادئه ب 15 و20 الكلام ده على اي حاجه. البراند ده معروف ومشهور قوي. البراند الاصلي بتاعه سعره بيبقى في رينج ال 1200. تمام. في حين البراند المضروب بتاعه اللي هو التقليد بنفس الشكل بنفس كل حاجه بتبقى سعرها 350. طبعا احنا ما بنشتغلش بقى في حاجه زي كده خالص، احنا ما بنشتغلش في البراند الحاجه اللي هي المضروبه. فدايما انت عشان وانت بتشتري الحاجه ما تنخدعش في ان حد يقول لك عامل لك خصم او حاجه. والناس يا عيني بتنجرف فعلا ان مجرد ان هي عايزه بالزبط. الارخص، لان يعني بالزبط. اللوازم بتاع المدرسيه كتيره جدا. بالظبط. احنا نوفر بديل. انا ممكن اخد بديل، في بديل بيبقى كويس جدا افضل بكتير جدا من الماركه اللي هي المعروفه كفابريكاسل او كستيدلر او الكلام ده كله. بس هو اسم البراند نفسه هو اللي بيخلي سعر المنتج. زي المقارنه ما بين عربيه صيني وعربيه الماني. هنا بنتكلم في عربيه ثمنها بتتكلم في 7 8 9 مليون، وهنا بنتكلم في عربيه 8 مليون. فهي دي القصه. فاحنا ما نلجاش عايز اجيب منتج براند، ادور على المنتج نفسه اشوف انا هشتريه منين عشان ما اشتريش. يعني المنتج ده مثلا انا بقدر اعرفه ازاي؟ دي برضو معلومه للناس ان في باركود هنا في الخلف. في باركود اهو في الخلف يا جماعه. الباركود ده عشان بس اطمئنانا يعني. اي شركه اي براند لازم الباركود بتاعه ده بيكون مسجل على الموقع بتاعه. بتنزل عايزه تشتري ويعني عايزه تجيب كل حاجه، فما بتركزش في حاجات. فكويس ان انت بتلفت الانتباه لحاجات مهمه زي دي. مدام نفيسه، المكان فين بالظبط؟ احنا في سنتر بدر الدين، مدخل رقم 2. مجرد ما بتوصلي عند السنتر بتقولي عايزه مكتبه الفجاله. بصراحه وانا جايه كلهم قالوا لي، وانا رغم ان انا عارفه بس بتلخبط في المدخل بين 1 وبين 2. لا هي معروفه جدا هنا، بقالها سنين. اعتقد بقالكم سنين هنا صح؟ احنا اصلا موجودين في الفجاله من سنه 2009. الفجاله اللي هي تحت رمسيس، المقر بتاع رمسيس، ولكن ده كان مقر جمهوري. احنا شغالين اساسا كان شغلنا شغل شركه توردات، بنتعامل مع ادارات المدارس، بنتعامل مع الشركات، بنتورد معاهم. بدانا نيجي زايد هنا بقالنا 7 سنين. كنا بنيجي الاول نعمل معرض لمده شهر او شهرين او فتره شهر 8 و9 بس. وبعد كده الناس جم قالوا لنا طب ليه ما يكونش ليكم مكان ثابت هنا؟ واصبحنا فعلا بقينا موجودين هنا. بنتعامل وبنعمل خصومات برضو لادارات المدارس. اداره المدرسه بيكون ليها تجهيز سبلاي خاصه بيها هي كاداره المدرسه. تمام. بالاضافه للحضانات، فبرضه بنعمل لهم خصم برضه 15% على كل حاجه. الناس دايما بتدور على ورق الطباعه والحاجات دي، وكان في وقت ما ضرب